هاد القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم من أبشع القصص اللي سمعت في حياتي. قصة على ناس جردت من قلوبهم الرحمة والشفقة وداروا واحد الأفعال ما كيصدقها حتى شي عقل. والله غير أنا ملي سمعت هاد التفاصيل ديالها حسيت بقلبي كيتقطع، وحسيت بواحد الحقرة كبيرة على هاد البنت اللي مازال مسكينة صغيرة، اللي ما عندها حتى شي ذنب. بنت حرموها من الطفولة ديالها وجردوها حتى من أبسط حقوقها. هاد البنت عوض ما تعيش حياتها باللعب والضحك بحال أي بنت، لقات راسها وسط معاناة كبيرة وقرارات أكبر منها. الناس اللي خصهم يحميوها كانوا هما السبب في الألم ديالها، ولكن اللي وقع ليها من بعد غادي يكون صادم كتر ما كتخيلوا. وقائع خطيرة غتخليكم نتوما اللي كتسمعوا هاد القصة غتبقاو مصدومين. شنو وقع بالضبط وكيفاش بدلات حياتها بهاد الطريقة؟ نخليكم مع القصة باش تعرفوا التفاصيل. نوال كانت واحد البنت في مقتبل العمر، كان عندها 13 سنة. كانت عايشة في واحد المنطقة في الجنوب، في واحد القرية صغيرة. عائلتها متكونة من الأب والأم، وعندها 5 ديال البنات. كانوا واحد الناس بسطاء على قد حالهم. الأب ديال نوال كان كيخدم في الفلاحة، وكان دائما تيبزز على بناته يخدموا في الديور باش يعاونوه على الزمان. وإلا بقاو معاه في الدار كيخرجهم معاه للفلاحة عند الناس يحصدوا ويحرثوا ويحيدوا الزيتون، وهذا هو المصير ديالهم. حتى لواحد النهار غتجي واحد جارتهم عند العائلة ديال نوال، غتقول ليهم كاينه واحد العائلة لاباس عليهم، بغاو شي خدامة تعاونهم في الدار، وهما راهم عايشين في الرباط. هنايا الاب ديال نوال فاش سمع هادشي دغيا وافق، وبين بناتو كاملين هو يختار نوال اللي مازال مسكينه باقا صغيره. وهنايا غادي يقول السيده غادي نعطيك بنتي نوال. وهنايا نوال مسكينه ملي سمعات وغادي يصيفطها بدات كتبكي، ولكن هو ما تسوقش ليها. قلبه كان قاصح بحال الحجر. قال لها راه هاد الناس لاباس عليهم، غادي يتهلاو فيك وغادي تعاونينا حتى حنايا على الزمان. جمع ليها حوايجها وداها الرباط مع هاديك السيده جارتهم. ما بقاتش فيه بنته، عندها بنت مازال صغيره في عمرها 13 سنه عند هاد الناس وفي مدينه بعيده، وضربوا مسافات طويله من البلاصه فين ساكنين بيها لمدينه الرباط. المهم هنايا غادي يوصلوا الفيلا ديال هاد الناس اللي غتخدم عندهم نوال. دخلاتهم الجاره وجلسوا مع مولات الدار. كانت مولات الدار طويله وقلده، الشر كان باين على وجهها. كانت كتشوف فيهم بواحد الاحتقار، وهي تقول لي صافي بنتك راها في الامان، ها هي معانا وما تخافش عليها، وكل شهر اجي دي فلوسك. وجبدت ليه 200 درهم وعطاتها ليه، زعما راها تدويره. وهنايا مشى وخلى بنته نوال كتبكي بحرقه. وهنايا فاش مشى باها مولات الدار قالت ليها مالكي ياك لاباس، تبعيني الكوزينه غادي نوريك ما ديري. وعطاتها تغسل الماعن وقالت ليها بركه عليا، جمعي خنونتك، بركه من البكا، راه جبتك تخدمي هنايا ما جبتكش تغبني ليا. نوال مسكينه بدات كتغسل الماعن وما مركزاش، ما مسكينه كتبكي وكتفكر. هو يطيح ليها واحد الكاس من يديها، وهي تسمع مولات الدار وهي تجي تصرفق واحد تصرفيقه حتى بان ليها البرق في عينيها، وبقات كتغوت عليها. قالت لها من الاول جبتك بديتي كتهرسي عليا الماعن. قالت لها شوفي الا بقيتي تهرسي شي حاجه عاودني منك، راه ما غيعجبك حال. نوال مسكينه بقات عايشه بهذا الشكل مع هاد السيده مده طويله. البنت مسكينه كانت باقا صغيره، مازال ما كتعرفش الشغل ديال الدار، ولا دارت شي غلط ولا لقاتها كتلعب كتعطيها قتله ديال العصا، وبعد المرات كتسخن القطيب وكتحطو ليها في يديها، وزيد عليها كتعطيها تاكل غير مره في النهار. يعني ما كتعطيهاش تفطر وتعشى، كتعطيها غير تغدى. بقات نوال على هاد الحال عامين، والاب ديالها كان كيجي يحدو الباب ياخد الفلوس ويمشي يغبر، ما كيسولش في بنته نهائيا وما كيشوفهاش. وفي الاخير هنايا غتقول لي الحاجه فاطمه ما تبقاش تجي عندي كل مره تاخد فلوسك، غادي نجمعهم ليك ونصيفطهم لك في البوسطه. وهنايا نوال بسبب ديك الخلعه وداك الرعب اللي كانت عايشاه رجعت كتبول في الفراش، وحتى الحوايج ديالها ما كانتش كتلبس مسكينه مزيان، قتلها البرد. مع العلم هاد السيد اللي كانت خدامه عنده كان راجل ميسور الحال لاباس عليه. نوال مسكينه رجعات هيكل عظمي بقله الماكله اللي ما كتاكلهاش وسوء التغذيه
وسوء المعامله اللي كيعاملوها كانت كتقول ليها ما تاكليش عليا بزاف، انتي راه اصلا ما تستاهليش تاكلي بحالنا. مسكينه نوال، ما نقولش لكم شحال عانات من هاد العائله. فاش كانوا كيطيبوا الشهيوات كانوا كيعطيوها هي غير البقايا وغير وجبه وحده في النهار. اما بالنسبه لوجبه العشاء فمسكينه ما كانش كتعشى، داكشي اللي كيبقى عليهم في العشاء حاشاكم تيرميو في الزبل وما تيعطيوش ليها. مسكينه بقات ساكته وكتعاني في صمت، حتى لواحد النهار مولات الدار غتدخل عليها للبيت، غادي تبغي تفيقها وهي تلقاها بايله في الفراش، شداتها هنايا وقتلاتها واحد القتله بواحد العصا. ونوال مسكينه بقات مهلوكه، ما كتقدرش تقاوم لانها ما عندهاش الصحه، جاها فقر الدم. وهي تجرها وداتها للكوزينه وهي تسخن واحد الشبكه ديال الحديد وبقات كتكوي فيها في المؤخره ديالها بدوك الغديد. ونوال مسكينه كتغوت ربي اللي خلقها. هنايا نوال مسكينه غادي تطيح وغادي تغيب، بقات كتقول ليها نوضي من الطبوحيط نوضي، وكتركل فيها برجليها وبقات تركل فيها. ولكن هنايا نوال ما فاقتش، بقات طايحه مغيبه. فاش ما فاقتش ليها نوال مشات صونات على راجلها الحاج، قالت لي اجي دي عليا هاد المصيبه للطبيب، راها مغيبه ما بغاتش تفيق. وهنايا غادي يجي راجلها كيجري، حطوها في الطوموبيل وداوها للسويسي في الرباط، دخلوها للمستعجلات. غير شافها الطبيب وقلبها وهنا غادي تكون الصدمه، غادي يلقاها مسكينه ميته، لقاها مضروبه ومحروقه وهيكل عظمي، اللحم ولا لاصق على العظم. وهنايا هو يسول الفرمليه اللي معاه، هاد البنت شكون اللي جابها؟ قالت لي واحد السيد راه مازال جالس برا، قال لها قولي ليه ما يمشيش. وهنايا هو يمشي يتصل بالبوليس. فاش جاو لتما هذاك الضابط دخل شاف البنت، ملي شافها هنايا هو يتخلع من داك المنظر ديالها، بحال هادوك الاطفال اللي كيكونوا في دول عندهم المجاعه، اللحم لاصق على العظم. هنا البوليسي قال ليه وري لي هاد السيد اللي جاب هاد البنت. وهنا غادي يعيطوا على الحاج وغادي يجلس مع هذاك البوليسي. قال لي هاد البنت فين لقيتيها؟ قال له لا هادي راه خدامه عندنا في الدار. البوليسي هنايا هو يتعجب، السيد كيبان عليه ميسور، طولو عرض، وجهه مضوي، والاثار ديال الصلاه في جبهته، ومن اللباس ديالو كيبان عليه ما مخصوص من والو. كيفاش هاد البنت عايشه معاه في الدار ومخلينا بالجوع؟ البوليسي كان كيسحب ليه لقاها متشرده في الزنقه. قال لي مالا بهاد الحاله؟ هنايا هو يجاوبو الحاج، قال لي اودي انا خدام قابل غير خدمتي، هادشي ديال الخدامات والكوزينه الحاجه مراتي اللي مكلفه بيه، انا كنت مشغول نهار كامل حتى صونات عليا وقالت لي راه البنت طايحه وجبتها كنجري للسويسي. وهنايا قالوا لي ضروري مراتك خصها تجي، راه البنت ميته. وهنايا السيد تخلع ما فهم والو. البوليس مشاو كيجريو عند الحاجه فاطمه، وهنا هزوها وداوها للكوميساريه، وما نقولش لكم شحال منفخه وهزه راسها للسما على اساس غادي يحقوا معاها وتمشي. مازال ما عارفه بانه البنت راها ماتت. ولكن هذاك الضابط اللي شد القضيه بقات فيه نوال اللي تقتلات بطريقه مأساويه، ومسكينه باقا صغيره، باقا ما شافت مسكينه والو في هاد الحياه. وهنايا غادي يبدا التحقيق مع الحاجه فاطمه. قالوا لها منين جبتي هاد البنت، وشكون هما عائلتها، وعلاش محروقه؟ وهنايا غتبدا تعطيهم شي مبررات. قالت لهم راها باسله بزاف ومازال ما كتعرفش تشقى. هنا جاوبها الضابط، قال لها فاش مصلحاتش ليك ممكن كنتي رديتيها لعائلتها وتهناي وما تشديهاش عندك هاد المده كامله، علاش كنتي كتضربيها وتحرقيها، علاش جوعتيها؟ وهنايا وهي تجاوبوا بواحد البرود، قالت لي لا بغيت نعلمها النظام وصافي، وراها كانت كتاكل، ولكن اشنو غندير ليها، هي عظمها ضعيف ما كتغلطش. هنا البوليسي ما حملهاش من هاد التصرفات ديالها. المهم هنايا من بعد بقاو كيحقوا معاها مده طويله، وحقوا مع ولادها وشهدوا كاملين بان الام ديالهم بانها كانت كتضربها وتعنفها وكتنعسها في الطواليت اللي في الجرده. وهنا غادي يمشيو يجريو لعين المكان باش يتحققوا واش فعلا هاد الهضره صحيحه. مشاو شافوا فين كانت كتنعس، المهم تاكدوا باللي فعلا نوال مسكينه كانت كتنعسها في المرحاض. المهم هنايا غادي يتاكدوا بانه نوال كانت كتعاني بزاف مع هاد السيده والحاج اللي كانت عايشه في دارو. فاش قالوا ليه انت ما شفتيش باللي هاد البنت كانت كتعذب قدامك؟ قال لهم لا انا ما كنقدرش ندخل في هاد الشيء،
كنقول راها كانت غير كتربيها. تبين هنايا بأنه راجلها كان مدلول قدام مرتو، ما كانت عنده حتى شي شخصية قدامها. هنايا اعتقلوها وقالوا لها عندك جناية الضرب والجرح المؤدي إلى الموت، والضحية راها بقى قاصر، يلا عندها 13 عام. هنايا بقات كتقابح معاهم، قالت لهم علاش نتوما ما عرفتونيش شكون انا، راه بنت فلان وانا راجلي فلان. ولكن نسات بانه القانون فوق كل شيء. هي ما كانتش كتظن بانها غادي تشد، ولكن القانون هو القانون. هنايا غادي تدخل الحبس. فاش دخلات هنايا شافوا هادوك السجينات اللي كاينين تما وعرفوا قصتها، مرمدوها مزيان. وسبحان الله الدنيا دوارة، كما تدين تدان. ولاو كيعطيوها تغسل الحوايج، تغسل الماعن، تغسل الطواليطات، حتى ما بقاوش كيعطيوها السرير فين تنعس، ولات كتنعس على الارض. وتحكم عليها بالمؤبد. وناوى المسكينه تسلمات الجثه ديالها للعائله ديالها باش يدفنوها، وخا عائلتها حتى هما خصهم الحبس. وفي الاخير هاد البنيه مشات ضحيه لقساوه القلوب، ولكن قصتها خصها تبقى درس لاي اب وام. حتى الا كان الفقر صعيب، ولادكم راهم امانه عندكم، ما تعطيوهمش للناس ما كيعرفوش الرحمه. صبروا وعيشوا بالقليل، حتى حاجه ما كتستاهل تخسروا ولادكم عليها. القصه ديالنا وصلت للنهايه. الا كيعجبكم هاد القصص اللي كنحكي، كنتمنى تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما يبقى يوصلكم كل جديد. نتلاقاو تاني مع فيديو جديد وقصه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.